بسم الله الرحمن الرحیم. باب الجهر بالتامین. باب دی په بیان د جهر کې بالتامین، امین په زور ویل او امین جهرن ویل. شارحین استاسو لیکلی دی مولوی صاحبانو کچرتا غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د دغه باب نه سنتیت د جهر وی او دا ثابتوي چې دا جهر بالتامین دا حق دی، نو دا خبره خو په دې باب کې نه ده ثابته. او کچرته غرض دا وي چې څنګه امین بالجهر جایز دی، امین بالسر یا بالخفیه جایز دی، همدقسې امین بالجهر هم جایز دی. نو دا خبره بیا ثابته ده. مولوی صاحبانو امین بالجهر په دې باره کې روایات متعدد دي. خلاصه د هغې دا د ټولو علامه نموي رحمت الله علیه آثار سنن کې لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته لمونځ کوو. یو روایت راخستی او کله نبی علیہ السلام آمین وویلی او په دې آمین ویلو باندې خپل آواز مبارک اوچت که. دا آواز د څه شي دپاره اوچت که؟ نو دی مبارک فرمایي وی موږ نه کتل دی لره الا لیعلمنا، مګر دا چې محبوب موږ ته تعلیم راکو، موږ ته ښودنه کوله چې د ولد دوالین نه بعد په کار دا ده چې څه شی وویلی شي آمین. نو د ولد دوالین نه وروستو څه شی شته دی؟ آمین شته دی، او دغه آمین رسول الله صلی الله علیه وسلم به طور تعلیم ویلی دی. نو په ابتدا او په اوایلو کې امین په زور ویلی شوی او به طور تعلیم، او وروستو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلی. تطبیق د روایاتو په درمیان کې علما دا کوي. وقال عطا امین دعاؤنا، و عطا ویلی دی امین دعا ده، یعنی معنا د دعا ده استجب یا رب العالمین. الله دې شیخ سے مبارک درجات بلند کی فرمایل به دا د امام ابو حنیفه صاحب کرامت دی چې یو طرف ته امام بخاری جهر بالتامین ثابت دی او بل طرف ته ورپسې متصل وی وقال عطا امین دعاء. عطا ویلی دی چې امین دعا ده، نو چې هر کله امین دعا شو نو د دعا په باره کې قانون څه شی دی؟ ادعو ربکم تضرعا وخفیه، تاسو خپل رب رابلی په عاجزۍ سره و خفیتن او په پټنو په دعاګانو کې اخفا غوره ده، او په دعاګانو کې مولوی صاحبانو په ورو ویل دا بهتر دی. نو قال عطا وی امین چې دی دا دعا ده، او دعا په پټه کول چې دی دا غوره دی. بیا ورپسې وی امن ابن زبیر ومن وراءه، عبدالله ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین ویلی او څوک چې شاته و. حتی ان للمسجد للجه، تر دې چې جماعت لري او زنګاوه شو. محشش تاسو وی دا لجه او للج، لجه چې د اضطراب الصوت وی و تحرکه من جهة الى جهة، آواز خوځېدل دی د یو اړخ نه بل اړخ ته. نو دا آواز خوځېدل د یو اړخ نه بل اړخ ته هو حاصل بالاسرار والجهر کلیهما، دا په اسرار او په جهر په دواړو باندې څه شی کېږي؟ حاصلېږي. تنها تر تعین د جهره پورې وی خاص نه دی. وکان ابو هریره ینادی الامام لا تفتنی بآمینا لا تفتنی بآمینا. ابو هریره صاحب امام ته به آواز کوه ګوره تاسې معنی چې دی فوت نشي بآمین څه معنی؟ یعنی دا لا تفتنی د فوات نه معنی لا تدعنی ان یفوت منی القول بالآمین. داسې نشي چې معنی القول بالآمین څه شي چې پاتې شي او تاسو یې رانه ووایئ. او دا اصل کې ابو هریره رضی الله عنه مؤذن د مروان، نو فاشترط الله یسبقه بالدوالین حتی یعلم انه دخل بالصف، فکان اذا قال مروان ولد دوالین قال ابو هریره آمین مد بها صوته. روایت دا دی مولوی صاحبانو. وقال نافع کان ابن عمر یا لا یدعوه، ابن عمر صاحب نه پرېښود تامین.
ويحدهم او خلق به تیزول ور باندې وسمعت منه في ذلك خبرا او پدې کې مې خبر اوریدل من حدیثا مرفوعا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبروه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال کله چې امام امین وای نو تاسم امین وای. اذا قال الامام امین نو فامنوا فانه من وافق وجداد چې د چا موافق شو تامین د تامین د ملائکو سره. دا موافقت پس شي کې د مولوی صاحبانو نو فی الاخلاص والخشوع یو یا موافقت د فی الاجابت یا موافقت د فی الوقت وهو الصحیح. د چا امین چې د امین د ملائکو سره موافق شي یعنی کم وخت چې د امین د ملائکو دی امقه وخت کې تام امین ویلې نو په دې صورت کې چې د غفر له ما تقدم من ذنبه کم چې د مخکې ګناهونه کړي دي نو هغه ګناهونه به تا د پاره وبخلی شي. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين او نبی علیہ السلام با آمین ویلې. باب فضل التأمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر لهم ما تقدم من ذنبه. باب جهل الماموم بالتامين. وبه قال شیخ سے مبارک به فرمایل چې د ملائکو د امین سره اوسمنګ امین موافق دي نو غیم پورو وي د ملائکو امین چا اورېدلې دی نه او په کار دا موږ هم امین په ورو باندې نو موږ امین هم څوک نه اوري توافق خو دې کړي اچھا وی امین په سر وي په ورو باندې تر څو چانه دی اورېدلې ته په زور باندې وي نو موافقت د کوم ځای نه راغی. باب جهل الماموم بالتامين. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمين عن مولى ابي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق له قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا ركع دون الصف. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن الأعلم وزياد. إذا ركع معنا ركوع دي ذکر سړی رکوع کی بغیر د صف نه. عن ابي بكرة رضي الله عنه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. يوم السلام مهم دل تصدقي ابو بکر ته چې د انه انتهى الى النبي صلی الله علیه وسلم محبوب تر ورسېد او محبوب د رکوع په حالت کې و نو فرکعت د رکوع کړه مخکې د دې نه چې صف تر ورسېږي نو فذكر ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم دا کړه نو حالت محبوب ته یاد کړی شو فقال زادك الله حرصا ولا تعود ورته ویل چې خدای تعالی د حرص نورم سیوا کا ولا تعود آینده داسې کار مکوه. نو دې ځکه وګورئ زادک الله حرصا ولا تعود الله د حرص سوا کو ولا تعود. نیو خبره خو ته نه دا معلومیږي چې په کار دا ده چې سړی ځان ته صف کې ونه درېږي مخکې صف ته ځان ورسو قبل فرض داسې و تاسو ته مې بل وزول چې په صف کې ځای نه و نو مخکني صف نه و کس را شاته که ځان سره یې ودروه خو یوازې به درېږي نه. او هر چې ښځه ده نو المرأة وحدها تکون صفا ښځه تنها څه شی وي صف وي او هغه یوازې درېدلی شي. دا یوه مسله. دویمه مسله دې چې دا د مولوي صاحبانو چې دا سړی راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په رکوع کې نو دی د رکوع په حالت کې ورغی رکوع یې راګیره کړه نو چې رکوع راګیره کړم تاسو ته بل ورځ د قرات د فاتحې په باب باندې ما ویل چې دا نن سبا بیا نه مو وایي چې قرات د فاتحې فرض دی بغیر د فاتحې د لوستلو نه مونږ نه کېږي. نو دا سړی خو چې څنګه راغی نبی علیہ السلام په رکوع کې نو ډارې کې نبی علیہ السلام په چا کې راګیر که په رکوع کې نو چې په رکوع کې نبی علیہ السلام راګیر که نو فاتحه یې نه ده ویلی نو دې سړي نه پښتنه پکار ده یو مقتدي راغی د امام پسې امام په رکوع کې او ډارې کې امام په رکوع کې راګیر که نو د دا رکات شوی او که نه کوي چې نه دی شوی ځکه فاتحه یې نه ده ویلې او فاتحه خو د دوی په نسبت باندې فرض ده نو ابوبکر رضی الله عنه ته ولې نبي علیه السلام ویل چې زادک الله حرصا ولا تعود
خدای تعالی د حرس نورم راګیر کا ډیر کا د جماعت پر راګیرولو د رکعتونو پر راګیرولو خو دغسې کار بیا مه کوه. نو دته ولې ونه ویلې چې تا نه دغه پاتې ده فاتحه پاتې ده او پاسېږه دا 2 رکعات یا 3 رکعات څومره مونځ چې و نو دا بېرته راوګرځوه. دا خو ورته نه دي ویلي. او که چېرته وایي چې نه مونځ د هغې کش شوی وه او فاتحه یې نه ده لوستلې او څوک امام راګیر کړي په رکوع کې نو د ده مونځ شوی دی نو بیا خو وایي چې فاتحه خو فوت ده او فاتحې ته خو تاسو څه شی وایي فرض وایي. نو چې فرض پاتې شي خو مونځ نه کېږي نو دا ځان سره نوټ کړي دا حدیث. او بهترین دلیل دی د دوی د اسقاط دپاره چې امام په مقتدي امام لره په رکوع کې راګیر کړي نو دا رکعت د ده شوی و که نه. که وایي چې نه دی شوی وایي د ابوبکر رضی الله عنه ولې وشو او که وایي چې شوی دی نو وایي فاتحه نه ده ویلې فاتحې ته خو تاسو فرض وایي. باب اتمام التكبير في الركوع قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. مراد دا دی چې تکبیر یو سړی وګد کی من القيام الى الركوع بحيث يتمه في الركوع او اتمام الصلاه بالتكبير. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن الجريري عن ابي العلاء عن مترف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع كلما ودعا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير في السجود. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن مترف ابن عبد الله قال صليت خلف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حشيم عن أبي بشر عن إكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا ودع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك مور د تعالی رنی کلمه د زجر ده. باب التكبير إذا قام من السجود. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة كرامة قال صليت خلف شيخي بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال فكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا عبان قال حدثنا حدثنا إكرامة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن الدار ابن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعات ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يحبي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه فأمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. وبه کفونه بغدی پر رکب و زنګنونو باندې په رکوع کې. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي فنهاني أبي. جعلتم على حد واحد والزقتهما دواړه مې داسې سره نږدې کړل. طبقت من التطبيق أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه. داسې سره دواړه رايوځای کې لاسونه بیا زنګونو منځ کې داسې ونیسي د رکوع په حالت کې. نو ما مونځ کو لاسونه مې داسې کړل. نو بیا راته چې دی ښه ثم وضعتهما بین فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله دا کار موږ هم کوو فنهينا عنه موږ ته نه منع شولو وامرنا ان ندع ايدينا على الركب موږ منع کړی شوي امر موږ ته کړی شوی چې کېدو لاسونه موږ على الركب په زنګونونو باندې.
باب إذا لم يتم الركوع. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود وقال ما صليت ولم مت على غير الفدة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حضر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمئنان فيه. وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده وبين سجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم الركوع بالإعادة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي دلتا مراد هغه حد د استحباب او د سنتیت دی کني واجب او فرض يتعدان بدون المذکور في الروايه. دا کوم خبره چې په روایت کې ذکر ده نو مطلق وجوب او فرضیت تغیر هم کیږي خدا چې استحباب او سنتیت پاتې کیږي نو دغه ذکر ده. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب الدعاء في الركوع. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع. وبه قال حدثنا عدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة عن حسام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو قربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر لأقربن معنا لآتينكم بما يشبهها وما يقرب منها. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار. وبه قال حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن علي بن يحيى ابن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعه بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال ما للمتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبوها أوله. باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه ينعت له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان الركوع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريب من السواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه
فانصب حنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا حاد أبي يزيد وكان أبي يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قائدا ثم نهض. باب يحبي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدعو يديه قبل ركبتيه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان بن الزهري اخبرنا ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يحبي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو للرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مدر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مدر مخالفون له. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجوحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قائدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قد الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريح وأنا عنده فجوحش ساقه الأيمن. باب فضل السجود. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمرون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل تمرون في شمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقول هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم دا نسبت اتیان چې دی ته خدای تعالی ته شوی ټول متشابهات دی مولوی صاحبانو فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين الظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ الله. نور خلق به خبرې نشي کوي د پیغمبرانو ویناګانې بداوي اللهم سلم سلم خدای زما امتیان سالم پورې باسه خدای زما امتیان سالم پورې باسه په دې پل باندې. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم. کلاليب جمع د کلوب داک لکه تنور حديدة لها شعب يعلق بها اللحم اقصابانو مخې ته ځوړند دي کوم پامي کنه اوس پنې د سانګې لري غوخه پکې ځوړندای نو جهنم کې بدغه سه کلاليب وي مثل شوك سعدان په شانته د شوك سعدان دا شوك سعدان نبت له شوكة عظیمه ازغیدار لخته کوم خیال کړی لخته یو طرف او بل طرف د ازغی پکې وي نو د شوك سعدان وای نو جهنم کې بدغه سه کلاليب وي هل رأيتم شوك سعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك سعدان غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعملهم ومنهم من يخردل ثم ينجه حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجوهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن عالم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيسب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة
في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار. في حميل سیل ما جایوز من توین او غصاین او غیر بمعنى محموله. حمل په معنا د محمول سره کله سیلاب راشي کوم په میدان سره خړه راوړي نو بیرته چې هغه بلاړي شي هغه خړال ته پاتې شي که خیال مو کړی کله پاغه خړی کې او بوټي راشین شي نو څومره ښایسته ښکاره کېږي تر او تازه. نو همدغه رنګې دغه انسان چې دی فیخرجون من النار او بیا به چې دی فینبتون کما تنبت الحبة فی حمیل سیل داسې به را تازه شي را زرغون به شي. ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة مقبلا بوجهه قبل النار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بأن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله عز وجل ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت رها بهجتين ضارتها وحسنها نسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألته فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عصيت إن أوتيت ذلك لا ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من أهل وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرعى زهرتها وفيها من نظرة وسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخل للجنة فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم وما أقدرك أليس قد أتيت الأهد والميثاق لا تسأل غير الذي أوتيته فيقول يا ربي لا تجلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع بيده قال الله عز وجل زد من کذا و کذا د دې نه معنا من امانی کده د ارزوګانو خپلونه نورم سیوا کا اقبل يذكره ربه حتى اذا انتهت به الاماني قال الله لك ذلك ومثله معه ګوره چې دا څه دی وغوښتل دام در کوم د دې په مثل درته نورم در کوم مثله معه نو دا به حالت ته ادنا جنتی وي. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لأبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه لم أحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك مثل ما هو. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله باب يبدي دمعه ويجافي في السجود. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مدر عن جعفر بن ربيعة عن أبي هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال له أبو حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مخامخ كيف بأطراف رجليه القبلة. باب إذا لم يتم سجوده. وبه قال حدثنا سد بن محمد قال حدثنا محجون عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال حذيفة ما صليت وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب السجود على 7 أعجم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظام ولا يكف شعره ولا. نو دې 7 اندامونو نه وي چې یو اندام هم کم نو لا يجزئه سجده نه ده جایز وهو اصح من قولي الشافعي فيما رجحه المتاخرون. ولا يكف الشعر ولا ثوب الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على 7 أعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يدع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
باب السجود على الأنف. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وحيد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيديه على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف في التين. وبه قال حدثنا موسى حدثنا حمام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج قال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبرائيل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه فأتاه جبرائيل فقال إن الذي تطلب أمامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر إني أريد ليلة القدر وإني نسميتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءتنا قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. دا د محبوبه د خوب رښتیاوالی و. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا قال جامې ځان پورې راجوختول واک نه کوي چې کله د عورت د ډارېدو نه د ښکاره کېدو نه څوک یېرېږي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدو أزورهم دوی به خپل لنګونه تړلي وو من الصغر على رقاب فقيل للنساء لا ترفعنا رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نو دوی به مانځه ته راتلې زنانو ته ویل تاسو تر څو سرونه مو اوچتوئ چې خلک پاسېدلي نه وي. باب لا يكف شعرا. وبه قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 أعظم ولا ثوبه. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. وبه قال حدثنا څو بجې ویل چې ها حسين باب لا يكف ثوبه في الصلاة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة وعن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على 7 أعظم لا اكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن باب المكث بين سجدتين. 2 سجدو په منځ کې درنګ تېرول جلوس بین سجدتين قدر الاعتدال. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة ان مالك بن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاته صلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنية ثم سجد قليلا ثم سجد ثم رفع راسه هنية ثم سجد ثم رفع راسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أراهم يفعلونه كان يقعد في الثالث أو الرابع. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة فقام عنده فقال لو رجعتم إلى موږ که څوک وایي چې هلکه آخري رکعت کې خو جلسه د استراحت شته نه نو هلته خو ناسته ده ډایرکټ. نو شارحینو لیکلي دا وهم د راوي دی شک د راوي دی. لو رجعتم إلى أهاليكم صلوا صلاة في حين كذا صلوا صلاة كذا اور مجلس او شکر ده زه مدرسه کې یم لا ته چې او دره بس یو ځای به شو لاره کې تر څو موږ ته ورته کال ته هم رسېدې ورځې ما ملته ودرېږې موږ هم درلو یو ځای به ورشو. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري
قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس بن مالك يصنع لا آل مانا لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جتا استمنزكم لك سنجة من محبوب منزلي دلو. كان انس بن مالك يصنع شيئا لم اراكم تصنعونه. كان اذا رفع راسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب قد نسي يا نسيا هير كلا شو تينا يا دس هير كلا. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. باب من استوى قائدا في وتر من صلاته ثم نحض. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشام اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابة قال اخبرني مالك بن الحويرث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينحت حتى يستوي قائدا. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعه. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وحيد عن ايوب عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في المسجد هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه لكني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال ايوب فقلت لابي قلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ينهض معنى يقوم من السجدتين ركعتين الأولين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. وبه قال حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا فلان بن سليمان عن سعد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران بن الحسين صلى صلاة خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكان الدرداء رضي الله تعالى عنها تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت إنك تفعل بذلك فقال إني رجلاي لا تحملاني. پیز ما چه ده ما نشی بارا ولا یعنی زنشم که ناسته اور باندې. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء حول قال وحدثني ليس عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وقال أبو صالح عن الليث كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثه
كل فقال باب لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركعتين ولم يرجع. نو کدا لازم وای نو محبوب برا واپس شوی وای فرض نه ده. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.